السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد. طريقة النهاردة ازاي تقدم طلب مراجعة لتحقيق الربح من الفيسبوك على الريلز والنجوم. وطبعا فيسبوك عملت اليومين دول الناس بتشتكي، بتقولك الاعلانات توقفت وتحقيق الربح من الاعلانات متظهرش والربح قليل والكلام دون. هي الفيسبوك طبعا كانت عامله تحقيق الربح على الريلز دي الفتره اللي فاتت بالبونص، فيعني ممكن يجي له ماده معينه لو انت ما ضفتش حسابك البنكي خلاص بتروح عليك وملهاش اي تعويض. وطبعا الفيسبوك اطلقت طبعا الاعلانات هتظهر رسميا، وتحقيق الربح هيبقى رسميا على الفيسبوك والريلز والكلام دون. هيبقى الاعلان يظهر اللي هو الخط زي يوتيوب بالظبط من يوم 25 ان شاء الله القادم. هيبدأ ان تتحقق الاعلانات تبقى حاجة رسمية على الفيسبوك زيها زي اي منصة تانية. هي زي كانت على ريز الفترة اللي فاتت دي بالبونص، يعني بتديك زي اعلانات بتظهر عشوائية كده، مفيهاش تخطي ولا كلام من دون. زي ما قلنا الاعلانات على الريلز كانت شغاله عشوائي الفتره اللي فاتت دي، وناس بيقول لك ما تظهرش وكلام من دون. فما عليك من الكلام دون، انت ضيف حسابك بنكي اليدوي، او ما لقيتش حساب بنكي ما تضافش معاك وصعب عليك انه يتضاف، روح البنك يجيب السويفت والحساب الدولي وما تضافش برضه معاك. فاحسن لك تربطه بحساب باي بال، وتكون رابط فيزا ايزي باي على حسابك الباي بال وخلاص كده. اي طلبت معاك طريقة الدفع وخلاص على كده. وطبعا انت علشان تكمل كل الخطوات دي لازم تكمل الخطوات اللي هي في الملف الشخصي عندك على الفيس، وبتضيف صورة الغلاف والكلام دون، وتكمل كل الخطوات وتضيف روابط لقناتك للمواقع والكلام دون، وخلاص تبدأ ان ايه تظبط معاك. في البداية هتروح على الفيسبوك، تفتح الفيسبوك، وبعد كده هتروح على الاعدادات اللي هي بتاعت الفيسبوك. هتخش على اللوح الاحترافي. اللوح الاحترافي طبعا بتكون مفعل الوضع الاحترافي علشان تقدر تحقق الربح من الفيسبوك اولا يعني. وبعد كده تخش اللوح الاحترافي زي ما قلنا بعد ما تعمل تسجيل دخول على، وتخش على اللوح الاحترافي. هتنزل تحت هتلاقي التوصية بالملف الشخصي، هتضغط عليها وتختار التحقيق الربح. وبعد كده طبعا هتخش هتعمل مراجعة، هتقدم طلب مراجعة، هتلاقي كلمة مراجعة هتضغط عليها. طبعا هم راجعوا قناتك وهيجي لك رسالة على الايميل انه تحقق الربح من الريلز والنجوم. ولو انت جاهز للاعلانات المضمنة في المنصة هتتقبل ان شاء الله وخلاص. بس لو انت ما عندكش حاجه فيديوهات عليها حقوق وبتاع، فطبعا بيجي لك شعار اساسا ان انت لو فيديو عندك عليه حقوق طبعا بيقول لك لا يمكن تحقيق الربح منه او كده. فانصحك ما تستخدمش برضو الاصوات اللي هي في الريلز اللي بتبقى في مقاطع على الفيسبوك نفسه، لان دي برضو بيبقى عليها حقوق. بتستخدم طبعا من المكتبة الفيسبوك، او من اللي هي مصرحة بها يعني، او بتعمل فيديوهات انت مثلا فيديوهات انت تعتمد على نفسك ان تكون بتتكلم فيها، بتكون بتصور انت حاجة مهمة حاجة مختلفة، حاجة تكون فيها يعني جذبا يعني حاجة هادفة علشان توصل لمستويات. هو الفيس بيبقى فيه ثلاث مستويات، وبرضه كل ما ترفع فيديوهات بيبقى يعني بيديك في نظام زي يعني جوائز كبرى كده اللي هي الكاس دي والكلام دون. ده طبعا لما حسابك بيعدي ان شاء الله ويكون خلاص يعني حققت مستوى عالي. زي ما قلنا الشغل الفترة الجاية هيبقى كله من على استوديو من شيء المحتوى فيسبوك. تقدر تعمل كل حاجة من عليه وتقدم طلبات وكل حاجة، وتقدر انك تقدم طلب برضو من خلال الفيسبوك اللي هو مراجعة تحقيق الربح من الريلز والنجوم والكلام دون. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو دون وتدعمونا متابعة علشان نستمر في الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. طب شباب، عايز اقدم طلب المراجعة، بخش على الفيس. طلب المراجعة تحقيق الربح من الريلز او من النجوم او من الاعلانات المضمرة في المنصة. بخش على الفيس بالشكل دون، فيسبوك، وبسجل دخول وبضغط على الثلاث نقاط العصور على اليسار دي، وبنزل على لوحة المفتاح الاحترافي بختارها اللي بضغط عليها. طبعا جايب لك متابعينك وجايب لك الكاس، الحصول على الكاس وكده. مستويات، هو 3 مستويات زي ما قلنا. طب بنزل تحت شوية، هنا بلاقي تحقيق الربح. طبعا هنا تحقيق انجازاتك. ما علينا بالكلام ده. تفاعل المعجبين، بتفعل طبعا الاختيارات دي كلها. تمام. بتفعل دي ابراز المعجبين وابراز المعلقين ومعجب رايك رائج. بتفعل الحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي بتاخد عليها زي نقاط كده او. تمام. هنا ما علينا، هنخش بقى على عشان نقدم طلب. طبعا انا قدمت الطلب. بتضغط عشان تقدم طلب. هنا التوصية بالملف الشخصي بتضغط عليها. هنا مراجعة حالة التوصية بالملف الشخصي، بنضغط عليها. بينزل تحت شوية. هنا طبعا الحالة، لو ضغطت هنا بشوف الحالة انا كان حسابك عليه حاجة او كده او معلهوش اي حاجة. طيب بنزل تحت شوية، اللي كل اللي يهمني تحقيق الربح. زي زيارة لوحة المفاتيح الاحترافي للتعرف على ما إذا كنت مؤهل للاستفادة من ميزة تحقيق الربح. بجبس عليها بالشكل دون. طبعا هنا جايب لك ايه، هنا لا يوجد انتهاكات تحقيق الربح. يمكنك تحقيق الربح من بعض الأدوات، وكاتب لك اسمك وكده. يتبع سياسة تحقيق الربح للشركاء، ولكننا نحدد أهلوية استخدام كل أداة استنادا إلى هذا العمل وعوامل أخرى. طب يعني لو بيقول لك يعني لو عندك صفحة تقدر إنك تحقق برضو منها الربح. لو عندك صفحة تقدر إن تستفاد منها. لو عندك حساب زي كده يعني حسابات اللي هي بتبقى على علامة تجارية يعني وكده. ممكن إنك توثق الحسابات دي المرتبطة. كذلك انستجرام برضو ممكن انك توثقه، اللي هو لو انت عندك صفحة وربط حسابك الفيس مثلا بصفحة او صفحة او الفيس نفسه. لو انت رابطه بانستجرام ممكن انك لو انت عندك متابعين كتير ممكن توثق انستجرام ويظهر علامة الصح اللي هي العلامة الزرقاء، علامة صح زي كده جنب الصورة بتاعة الحساب انستجرام. توثق الحساب نفسه يعني. ما علينا. هنا كده بتنزل تحت كده، ملقتش اي انتهاكات ولا اي حاجه الحمد لله. بتروح ضغط هنا بتلاقي الخانه دي فيها طلب المراجعه. بتضغط على طلب المراجعه. انا طبعا زي ما انتم شايفين هنا تم ارسال طلب المراجعه. طبعا هيجي لك على البريد، على البريد الالكتروني، على الايميل اللي انت حاطه الاشعارات وكده. بيجي لك عليه تمت الموافقه لتحقيق الربح من النجوم ومن الاعلانات المركبه على في ريلز. ومبروك عليك، تقدر تضيف حسابك البنكي وكل حاجة. وكل الشغل طبعا بيكون من على جوجل كروم. أنا استوديو منشئ محتوى فيسبوك. يا ريت يكون الشرح عجبكم، ما تنسوش لايك وطبعا شير الفيديو ده عشان يصلكم كل جديد وتستفادوا بكل جديد إن شاء الله. وهنا طبعا العوائد، بتشوف العوائد من هنا تحقيق الربح، يعني الحاجات اللي بتضيف برضه معانا. بس أفضل يعني أفضل يكون وضع الكمبيوتر من على تطبيق جوجل كروم. استوديو منشئ المحتوى فيسبوك، تشتغل من عليه يكون الشغل صح افضل، وتضيف معلوماتك وبياناتك وكل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.